غالبا ما يكون حضورها ضروري، وكثيرا ما يكون الشاي صاحبها الوفي، ونادرا جدا ما تتغيب قهرا عن موائد الإفطار. قلب اللوز حلوى تسيل لعاب الصائمين، فيقفون طوابير أمام المحل منافسين بذلك أسراب النحل. والله حاجة سبيسيال، على بالنا مشهورة من عندنا قطع سنين وحنا نديو من هنا. حاجة مليحة الله يبارك. اللوز هذه حنا ندي فلاصي وبارطو، وعندها نكهة خاصة وحدها بعد، شغل سبيسيال بعد تاع قسنطينة هنا وحدها. ديما نحطوها حنا كل ما تكونش قلب اللوز ما نفطروش. بقسنطينة وبباب القنطرة بالضبط، تحول محل سيرتا خلال الشهر الفضيل إلى قبلة لعشاق هذه الحلوى التي تحتفظ بمكانتها ولم تتزحزح يوما عن المراتب الأولى في سباق زينة المائدة الرمضانية. هم يجوا من سكيكدا، من الحروش، من سطيف، بارتو يجيو لهنا. قسنطينة هذه البلايص تاع باب القنطرة من ولاية كاع ما جينا نديو قلب اللوز من ولاية قسنطينة، قلب اللوز تاعها مليح، وسيرتو كان في كاع ما قلب اللوز بس مسكين بالطعم هذيا، وقلب اللوز تاعها حلو قسنطينة. اخويا من قال ما جيت ندي قلب اللوز من هنايا من باب قنطرة تاع شبين تاع قسنطينة باهية بزاف، عندها كو خلاف زي خلاف خلاص. أهل الجسور المعلقة أوفياء لقلب اللوز، واتسعت مساحة الوفاء إلى خارج حدود مدينتهم، فأصبحت حلوى قلب اللوز جسرا آخرا يمتد من أجل استقطاب الزوار إلى مدينة الجسر العتيقة، لتكون الفرجة فرجتين: رؤية قسنطينة من علي وتذوق قلب اللوز الشهي.